يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صراحة كنت كل ما أسمع هذه الآية أظن أنه معناها أنه اللي يفتن المؤمنين بالذنوب والمعاصي وغيرها من الأمور، ولكن لما اطلعت على معناها كان المعنى غير. طبعا هذه الآية تأتي في سياق قصة أصحاب الأخدود، واللي باختصار كان آكو ملك ظالم يؤمر الناس بالكفر، فكان آكو غلام مؤمن، فهذا الملك أراد قتل هذا الغلام، فحاول عدة محاولات حتى يقتله ولكن باءت بالفشل. حتى الغلام قال له: اجمع الناس وأنا راح أعلمك على طريقة لو نفذتها راح أموت بيها. فجمع الناس، فهذا الغلام قال للملك: قل بسم الله رب الغلام. فلما الملك قال بسم الله رب الغلام قدر يقتل الغلام. الناس لما شافت هذا المشهد مباشرة آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فالملك من شاف هذا المشهد أمر جنوده أنه يحفرون أخدود كبير ويسعرون بين النار ويلقون الناس الذين آمنوا في هذا الأخدود. فكانت هذه الآيات تدل على هذه القصة، ومن ضمن هذه الآيات الآية اللي نتكلم عليها. ومعنى هذه الآية أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الذين حرقوا المؤمنين والمؤمنات وفتنوهم في دينهم، توعدهم الله سبحانه وتعالى بعذاب جهنم وعذاب الحريق.